ترينتو مدينة صغيرة في شمال شرق إيطاليا وسط جبال الألب، هادية وهتحس فيها بسكينة عجيبة أول ما تدخلها وتشوف الجبال حضنها من كل حتة. بيوتها مدهونة بألوان فاتحة وواجهتها مرسومة جداريات قديمة. في قلب ترينتو هتلاقي الساحة الكبيرة بياتسا ديل دومو، وسطها فونتانا ديل نيبتونو أو نافورة نبتون، التمثال اللي أهل البلد كانوا رافضينه عشان عريان، بس النهاردة بقى رمز من رموز المدينة. وكمان كاتدرائية سان فيليو، كاتدرائية ضخمة من العصور الوسطى متزينة بواجهة رومانسكية وتحتها كريبتا من القرن السادس. والكريبتا هو القبو أو السرداب، وساعات بتكون كنيسة كاملة تحت الأرض. مدينة ترينتو مشهورة بأنها شهدت واحد من أهم الفصول الدينية في تاريخ أوروبا، مجمع ترينت. اجتماعات على مدار 18 سنة من 1545 لحد 1563 اتعملت في كنيسة سانتا ماريا ماجوري، غيرت مسار الكنيسة الكاثوليكية قدام ثورة الإصلاح البروتستانتية. لفة صغيرة في ترينتو هتوصلك لقلعة كاستيلو ديل بونكونسيليو، دي أكبر قلعة في إقليم ترنتينو اللي هو عاصمته ترينتو. القلعة اتبنت في القرن ال13 وكانت مقر الأساقفة الأمراء لقرون طويلة. وانت في القلعة ادخل توري أكيلا اللي معناه برج النسر، جواه جداريات دورة الشهور أو تشيكلو دي ميسي، ودي عبارة عن لوحات بتصور حياة الناس في القرون الوسطى شهر بشهر، زراعة، صيد، أزياء، كأنك بتتفرج على انستجرام بس في القرن ال15. تحت ترينتو في مدينة رومانية كاملة عمرها أكتر من 2000 سنة اسمها تريدنتوم، تقدر تنزل لها من بياتسا تشيزري باتيستي. هتشوف فيها شوارع حجرية وجدران مباني وأرضيات موزاييك من القرن الأول قبل الميلاد. ترينتو لحد سنة 1919 كانت جزء من الإمبراطورية النمساوية المجرية، عشان كده هتلاقي فيها الروح الألماني والنمساوي والإيطالي مع بعض في المعمار، في النظام، وحتى في الأكل. جرب أكلة اسمها كانيديرلي، دي زلابية أو دامبلينج يعني، المهم إنها معمولة من عيش قديم وجبنة وأعشاب. جرب كمان سترانجولا بريتي، نفس الزلابية تقريبا بس بالسبانخ. ترينتو طبعا تعتبر بعيدة شوية عن المدن الإيطالية المشهورة، بس لو عرفت توصل لها تقدر منها تروح بسهولة الريفا ديل جاردا اللي في شمال بحيرة جاردا، حوالي 40 كيلو بس. وممكن تطلع كمان على بولتسانو، بلد جميلة وسط جبال القلب والقرى اللي حواليها ساحرة، مشوار حوالي 55 كيلو متر شمال ترينتو. لكن لو كملت جوه شوية هتبقى في قلب واحدة من أجمل المناطق الجبلية في أوروبا ويمكن في العالم كله، جبال دولومايتس. فيها تقدر تاخد لفة حلوة في وديان فاسا وفامي وتشوف الغروب ورا القمم الساحرة بتاعتها. وكمان تقدر تاخد مركب في بحيرة بريس الخيالية اللي عاملة زي خلفيات الديسكتوب على الكمبيوتر. أنا قعدت أسبوعين كاملين في دولومايتس بلفها شبر شبر، طبعا هحكي لكم عنها بالتفصيل بس في فيديوهات تانية. باختصار ترينتو مش هتلاقيها في كتالوجات السياحة التقليدية لإيطاليا، لكنها جوهرة حقيقية وبجد مخفية، مكان يخليك تحس إنك اكتشفت إيطاليا بس من زاوية جديدة. وأحلى حاجة فيها إنها هادية ورايقة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتتابعني على صفحاتي على فيسبوك وإنستجرام. تحياتي يا جماعة، أنا ابن يحيى واشوفكم في الفيديو الجاي.